طلاب الخطة، طلابي حبايبي عاملين ايه؟ يلا طلاب اولى اعدادي معايا كده، ووصلنا للوحدة الأخيرة في المنهج. ألف 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 مبروك عليك يا بطل. معنى كده ان انت عديت شوط طويل قوي، فاضل لك تكتين وتطلع بره، فاضل لك درسين وخلاص نقول لك ألف ألف مبروك على المنهج السهل قوي ده. يعني اظن باين ان انا بكذب تمام، واللي ان شاء الله بقى سهل عليكم باذن الله. بص بقى، الوحدة الأخيرة دي بتتكون زي ما اتفقنا من درسين. بتتكلم عن إيه؟ فهي رجعنا تاني لفكرة إن إحنا نتكلم عن حاجات تاريخية، بس بقى خلاص مش عصر فرعوني ودولة قديمة ودولة وسطى ودولة حديثة، لا خلاص يعني عديها دي بقى. هناخد إيه؟ هناخد علاقة قارة إفريقيا بشبه الجزيرة العربية في العصور الوسطى. العصور الوسطى؟ لا احكي لنا الحدوته من الاول يا مس. هقول لك طيب بص، الدرس الاولاني اسمه انتشار الاسلام في افريقيا. وايه علاقه ده بالعصور الوسطى؟ هقول لك دي انا فاهمها لك بس مش عليك في المنهج. هقول لك انه انا كان عندي عصور اسمها العصور القديمه، اللي مصر فيها كانت فرعونية، واللي كانت الرومان فيها عندهم امبراطورية رومانية، واللي كانوا الاسكندر الأكبر فيها. دي اسمها عصور قديمة خلاص، ولما هتطلع ثانوي هتعرف الموضوع ده بالتفصيل أكتر. جاء بعد كده عصور اسمها العصور الوسطى، ومن أهم ما يميز العصور دي إن الإسلام ظهر فيها. يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم نزلت عليه الرسالة وبعث وأصبح النبي في إمتى؟ في العصور الوسطى، أثناء العصور دي. وكلمة عصور يعني فترة زمنية كبيرة قوي، فخلال العصور الوسطى ظهر الإسلام. فأنا هتكلم بما إن منهجي كله بيلف ويدور ويلف ويدور حوالين قارة إفريقيا، فأنا هتكلم على انتشار الإسلام في إفريقيا سوري، الانتشار ده حصل في العصور الوسطى. بما ان الاسلام اصلا ظهر في العصور الوسطى، يعني احنا كنا هننتشر في العصور القديمه واحنا ما ظهرناش؟ اكيد لا. تمام، فيلا سمي الله، فرد ظهرك كده يا حلو لورا، يلا يا حلوه سيب اللي في ايدك ويلا مع بعض. في الدرس ده هناخد 4 فقرات او 4 افكار اساسيه للدرس. اول فكره بتتكلم عن معابر انتقال الاسلام. يعني ايه معابر انتقال الاسلام؟ يعني الطرق اللي الاسلام دخل بيها من شبه الجزيره العربيه لافريقيا، وهنفهم ده بالتفصيل. والفقره الثانيه او الفكره الثانيه في الدرس بتتكلم ازاي الاسلام انتشر. يا ترى بقى نشروه بفتوحات وحد سيف، ولا نشروه بتجاره وزواج ودعاء واساليب اغلبها سلميه؟ برضو تعالوا نشوف. طيب الفتوحات الإسلامية في شمال إفريقيا، وبالتحديد في شمال إفريقيا، وهتفهموا برضو ليه. وهنا بقى دي فتوحات إسلامية، خناقات بقى، بس مش مع أهل إفريقيا، مع المحتلين اللي كانوا محتلين إفريقيا. تمام؟ طيب وأخيرا الإسلام فرق إزاي مع إفريقيا؟ تأثير الإسلام في القارة دي، غيرنا فيهم إيه؟ حلو الكلام؟ يلا بينا سمي الله ونبدأ مع بعض أول فكرة، واللي بتتكلم على انتشار الإسلام في إفريقيا. إزاي انتشر الإسلام في إفريقيا؟ هنقول أولا العرب كانوا على علاقات تجارية مع قارة إفريقيا حتى قبل ظهور الإسلام. وخد بالك من الكلمة دي، معلش تاني. يعني إحنا كعرب، مش احنا بقى، افهمك مين مقصود بالعرب. اللي مقصود بالعرب هنا هي شبه الجزيرة العربية، دول اساس العرب. فدي اللي انا كل ما اقول لك العرب اعرف ان انا بتكلم على سكان المنطقة دي، شبه الجزيرة العربية. حلو الكلام؟ فهو بيقول انه العرب اللي عايشين هنا في شبه الجزيرة العربية كانوا على علاقة بقارة افريقيا حتى قبل ما يظهر الإسلام، قبل ظهور الإسلام، قبل. طب إزاي؟ يعني كنا إيه العلاقات اللي بتربطنا بيهم؟ كانت علاقات مثلا تبادل ثقافي؟ طيب كانت علاقات حروب وخناقات؟ طب كانت علاقات إيه؟ كانت علاقات نبيع ونشتري، علاقات تجارية. فالعرب
ارتبطوا بعلاقات تجارية مع قارة افريقيا حتى قبل ما يظهر الاسلام. ويجي يسألك ليه؟ ايه اللي يخلينا نبيع ونشتري احنا كعرب مع قارة افريقيا؟ ليه يعني؟ ليه ما نبيع ونشتري مع حتة تانية؟ وليه مش مع افريقيا؟ اصل افريقيا قريبة جغرافيا من شبه الجزيرة العربية، الفاصل ما بينهم يا إما البحر الأحمر، وكمان بيوصلوا ببعض عن طريق شبه جزيرة سيناء، وده هناخده بالتفصيل دلوقتي. فإيه اللي خلى العرب يتاجروا مع إفريقيا قبل الإسلام؟ قرب الموقع الجغرافي، هم جيران حضرتك، فليه ما ياخدوش ويدوا من بعض بضائع؟ فبسبب القرب الجغرافي ما بين شبه الجزيرة العربية وما بين بالتحديد شرق افريقيا، مش كل افريقيا، الاجزاء الشرقية بس. تمام؟ طيب ظهر الاسلام بقى امتى؟ اول مسلمين حطوا رجليهم في ارض افريقيا هم مسلمين اللي النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إنهم يسيبوا مكة ويروحوا على فين؟ يروحوا على الحبشة. الحبشة أثيوبيا، حضارة أكسيوم. أيوة. الله ينور عليك، هي دي. النبي وأثناء وجوده في مكة اتعرض لكمية اضطهاد هم والصحابة، فلما الموضوع زاد عن حده بإيذاء وتعذيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لا، خدوا بعضكم وامشوا، يلا امشوا روحوا أرض تانية، وقال لهم روحوا على الحبشة بالتحديد. طب ليه يا رسول الله تقول لهم يروحوا هنا عند أرض الحبشة؟ ليه؟ علشان الملك بتاعها كان معروف ان هو رجل عادل، كان اسمه النجاشي، ومعروف ان هو رجل عادل بالرغم ان هو مسيحي، ولكن معروف عنه العدل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم والله روحوا البلد دي عشان ده دين سماوي، دين ربنا انزلهم على المسيحية، وكمان الملك اللي بيحكمها رجل عادل. حلو الكلام؟ قولي حلو. طيب امتى بقى اول مسلمين يسيبوا شبه الجزيره العربيه ويروحوا افريقيا؟ هي دي بتاعت هجره المسلمين الى الحبشه، وهناخدها برضو دلوقتي بالتفصيل. فاحنا لغايه دلوقتي اخدنا ايه؟ اخدنا ملحوظتين مهمين، انه احنا كنا على علاقات تجاريه ما بين العرب شبه الجزيره العربيه وما بين افريقيا قبل ظهور الاسلام. ايه اللي يخلي علاقات تجاريه ما بيننا؟ موقعنا الجغرافي قريب من بعض، جيران، فنبيع ونشتري مع بعض، ده عادي. طيب امتى اول مره مسلمين يحطوا رجليهم في ارض افريقيا؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بالهجره للحبشه. اتفقنا؟ طيب تعالوا نكمل. العرب وصلوا لفين في افريقيا؟ اول مكان، وخدوا بالكم انا عماله اقول اول عشان بتيجي في صح وغلط واكمل وصوب. فاول المسلمين راحوا لافريقيا مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وراحوا لفين في افريقيا؟ للحبشه عشان ساعات يلعب بيك كده ويلعب بحسك الوطني ويقول لك والله اول مسلمين انتقلوا الى قاره افريقيا كانت هجرتهم الى مصر، وانت بقى مصر هي بلدي وهي امي مصر. لا يا حبيبي، اول المسلمين راحوا من شبه الجزيره العربيه لافريقيا راحوا للحبشه. وهنا بيقول لك اول مكان العرب وصلوا له في قاره افريقيا هيكون المكان اللي من ناحيه شبه الجزيره العربيه. يعني ادي شبه الجزيره العربيه اهي، وادي قاره افريقيا اهي. فاول مكان هيستقروا فيه في افريقيا هيبقى فين؟ قال لي هيبقى في الساحل الشرقي، شرق قاره افريقيا. اول مكان العرب هيوصلوا له هو اقرب مكان لما يدخلوا افريقيا. ومالي النهارده انا لا حد جايب في سيرتي، بطلوا تجيبوا في سيرتي، بطلوا. معرفش ايه العلاقه، مين اللي طلع الاختراع ده اصلا؟ معرفش. اللي هو حد بيشرق فحد بيجيب في سيرته. طب هو يعني ما جاب في سيرته وقف في زوره؟ لا سيبكم الافكار دي عشان انا مش نايمه من امبارح. فتعالوا رجعوا لي هنا تاني. ايه اللي حصل لما العرب انتقلوا للساحل الشرقي في افريقيا؟ وده اول مكان، اول جهه اتاثرت بالعرب هو الساحل الشرقي. وحط لي مليون خط عشان ما يلعبش معاك لعبه ساحل غربي، طب شمالي، طب جنوبي. الساحل الشرقي باعتباره القريب لشبه الجزيره العربيه.
طيب ايه اللي حصل بقى لما انتقلوا؟ قال لي اختلط العرب باهل الساحل. العرب اللي جايين من هنا اختلطوا باهل الساحل اللي جايين من هنا. اختلطوا يعني ايه مس؟ يعني بقوا ميكس فراوله؟ يعني ايه اختلطوا؟ لا، يعني اتاثروا ببعض، اتجوزوا منهم. عملنا محطات، العرب عملوا محطات تجاريه هنا على ساحل قاره افريقيا، فاندمجوا في بعض دي او اختلطوا في بعض. يقصد بقى ان هم اتاثروا بعادات وتقاليد بعض، اتجوزوا من بعض. فبعد شويه سنين مش هتبقى مفرق بقى مين عربي خالص ولا افريقي خالص، ما الابن اللي طالع ده ممكن تبقى امه افريقيه وابوه عربي او العكس. تمام؟ فكلمه اختلط العرب يعني اتاثروا بقى باهل الساحل واهل الساحل اتاثروا بيهم. طب اختلطوا ببعض وايه كمان؟ قال لي واتجوزوا منهم. وايه كمان؟ وعملنا هناك، العرب عملوا هناك محطات تجاريه. تمام؟ طيب يلا نكمل. اتفقنا اول جهه في افريقيا هيروحها العرب هي جهه ايه؟ هي جهه الشرق، وما يلعبش معاك اي لعبه تانية، هي الشرق باعتباره اهو. تعالوا بصوا كده، قربوا هنا كده، ادي شبه الجزيره العربيه وادي قاره افريقيا. فطبيعي اول مكان يوصلوا العرب ويتاثروا بيه ويأثروا فيه وينقلوا فيه الاسلام هو الشرق، هو الساحل الشرقي ده. تمام؟ طيب فمين أولى الأماكن اللي انتشر فيها الإسلام بسبب موقعها الجغرافي؟ هو الشرق. طيب ليه الإسلام انتشر في الشرق؟ قال لي علشان كان في معابر، كان في طرق توصل أهل شبه الجزيرة العربية بشرق قارة إفريقيا. ومش طريق ولا اتنين، دول 3 معابر بيستخدمهم العرب أهل شبه الجزيرة العربية في الانتقال لقارة إفريقيا وبالتحديد لشرقها. فلو جه سألك وقال لك بما تفسر ليه شرق افريقيا هو اول مكان، هقول له لانه عنده معابر، هو قريب من المعابر، والمعابر دي كانت بدايه العلاقات ما بين العرب وما بين سكان شرق افريقيا، ومهدت بعد كده العلاقات بادئه من قبل الاسلام، ومهدت بعد كده انه لما ينتشر الاسلام عند العرب وهم يهاجروا لشرق افريقيا ينتشر الاسلام برضو معاهم. المهم في السلايد دي انه شرق افريقيا هي اولى الاماكن اللي انتشر فيها الاسلام. ويقول لك ليه؟ يقول له والله عشان هي قريبه من المعابر ال3 اللي كانوا بيستخدمهم العرب للانتقال لافريقيا. وبعد كده ظهر الاسلام وبالتالي كانوا سبب في انتشار الاسلام اول مكان شرق افريقيا. طيب نكمل. مين هي المعابر بقى؟ اول معبر وهو شبه جزيره سيناء. بص لي كده، مش احنا اخدين في الاول خالص، ارجع لاول درس موقع قاره افريقيا، ارجع لها والكشوف. مش احنا اخدين انه في ارض وحيده بتوصل اسيا ب لا لخبطه، لا ايوه استنوا، هتظبط بس كده احنا ركننا كويس. فاول ارض بتوصل الارض الوحيده، ايه اول ارض دي؟ الارض الوحيده اللي بتوصل اسيا بافريقيا بريا على الارض، ارض وحيده، يابس وحيد. سامعاك؟ والله ينور عليكم. هي شبه جزيره ايه؟ سيناء. هي الحته اللي ما بين ودنين القطه بتاعه البحر الايه؟ الاحمر. فاول معبر كان العرب بيستخدموا للانتقال لقارة افريقيا اللي باللون الاخضر ده، على الجمال بقى بريا، يركب جمله ويمشي يمشي دخل قارة افريقيا ووصل بالسلام، اهلا بيك. فده المعبر البري الوحيد اللي بيربط شبه الجزيرة العربية بقارة افريقيا. طب يا ميس ايه شبه الجزيرة العربية دي؟ يعني بيربط اسيا بافريقيا. ايوه حبيبي، ما شبه الجزيرة العربية جزء من اسيا، ودرسك النهارده على انتشار الاسلام اللي هو اساسه شبه الجزيره العربيه في افريقيا. فيقول لك بتربط شبه جزيره سيناء، يجيبها لك كسؤال جغرافيا بقى، بتربط ما بين اسيا وافريقيا. طب وهي المعبر الوحيد اللي بيربط ما بين شبه الجزيره العربيه وافريقيا؟ برضو والله. تمام. فشبه جزيره سيناء عبرت منها كمان جيوش المسلمين لما جم يفتحوا بلاد الشام بعدين، بشمال افريقيا بعدين. يعني شبه الجزيره
العادي الناس العادية بيعدوا منها علشان يروحوا قارة إفريقيا. وحتى الجيوش كانت الجيوش بقى والعتاد والعدة والحاجات الكتيرة دي كانت بتنتقل من شبه الجزيرة العربية لإفريقيا عن طريق شبه جزيرة سيناء لما جم يفتحوا شمال قارة إفريقيا، وبرضو ده هناخده بالتفصيل دلوقتي. طب ده أول معبر يا مس. في مين تاني؟ في المحيط الهندي ومضيق جبل طارق اللي هو فين؟ أهو. سكان شبه الجزيرة العربية كانوا بيستخدموا مضيق جبل طارق يعدوا من عنده، يعدوا من هنا، أو إنهم يعدوا من تحت من المحيط الهندي ويوصلوا لساحل إفريقيا الشرقي أو حتى لجزر القمر أهي. عشان كده جزر القمر دولة عربية إسلامية. فتاني معبر بيستخدموه هو المحيط الهندي اللفة دي، وهو مضيق باب المندب. وحتى استخدموه قبل ظهور الإسلام برضو للتجارة. فاعرف كده إن علاقة العرب بإفريقيا قبل ظهور الإسلام علاقات تجارية، وحط لي مليون خط تحتها. طيب المسلمين بقى لما ظهر الإسلام في شبه الجزيرة العربية المسلمين استخدموه. قال لي فاكر لما قلت لك، فاكر ايه؟ انا لسه قايله ما لحقتش تنسى. فاكر لما قلت لك النبي امر اصحابه او الهجره يهاجروا لفين؟ للحبشه. المسلمين اصحاب الرسول اللي هاجروا للحبشه استخدموا الطريقين دول، المحيط الهندي وباب المندب. يبقى لو جاء قال لك صح وغلط وقال لك والله استخدم المسلمون الأوائل شبه جزيرة سيناء في هجرتهم إلى الحبشة، صح ولا غلط؟ طبعا غلط. ما استخدموش شبه جزيرة سيناء، هم استخدموا المحيط الهندي وباب المندب علشان دول أقرب مكان للحبشة. هنا الحبشة اهي، ما هو بالعقل كده ايه اللي يخليهم يروحوا شبه جزيره سيناء؟ ما هم يعدوا من هنا لان الحبشه اهي. تمام. يجوا عن طريق المحيط الهندي، يجوا عن طريق باب المندب لانهم رايحين على الحبشه. طيب والطريقين دول اللي هو المحيط الهندي وباب المندب الاسلام انتشر بعد كده بقى، حتى بعد وفاه الرسول، وحتى بفكره التجار. الطريقين دول كانوا طريق تجارة سهل جدا، يروحوا التجار المسلمين ويروحوا يتاجروا في شرق افريقيا، وبما انهم تجار مسلمين فكانوا بينشروا الاسلام معاهم باخلاقهم وهناخد ده برضو بالتفصيل. وطب يا ميس انت عماله تقولي شرق افريقيا شرق افريقيا، ايه غرب افريقيا يعني ما دخلهاش الاسلام؟ يعني ما عرفوش ربنا خالص يعني؟ لا، بس البدايه هي منطقه شرق افريقيا، البدايه هنا، وبعد كده انتشر الإسلام للغرب. أوكي؟ طيب إحنا دلوقتي بناخد إيه حلو؟ بناخد إن أنا عندي 3 معابر وصلوا شبه الجزيرة العربية دي بقارة إفريقيا دي. أول معبر أخدناه واحد هو شبه جزيرة سيناء، وعرفنا عنه ان ده المعبر البري الوحيد اللي بيعدي من شبه الجزيرة العربية العرب من هنا لإفريقيا من هنا، البري الوحيد. طب واخدنا ايه كمان؟ اخدنا تاني مكان اللي هو المحيط الهندي ومعاه مضيق باب المندب. المكانين دول، قال المكانين دول العرب قبل الإسلام كانوا بيستخدموهم في التجارة مع شرق إفريقيا، وكمان المسلمين الأوائل لما راحوا للحبشة راحوا عن طريقهم المحيط الهندي وباب المندب. وكمان يا مس لما ابتدوا يتاجروا المسلمين بقى ويبقى في علاقات تجارية وينشروا الإسلام نشروه عن طريق برضو الطريقين دول. ومن شرق إفريقيا الإسلام انتشر لغرب إفريقيا. يبقى الطريقين دول مهمين جدا، المعبرين دول مهمين جدا. طيب أسئلة دي لك هنا، ممكن يجي يقول لك دلل. كان لشبه جزيرة سيناء أثر في انتشار الإسلام من العرب أو من شبه الجزيرة العربية إلى إفريقيا. شبه جزيرة سيناء ليها أثر؟ يقول لك دليل، المعبر الوحيد، أيوة، ولو الجيوش العربية عبرت من خلالها، المسلمين عبروا من خلالها. طب نفس الكلام يجي يقول لك دلل. المحيط الهندي وباب المندب عدوا من خلالهم
الاسلام دين دليل على ان هم ليهم دور في انتشار الاسلام. هقول له ان المعبرين دول استخدمهم العرب قبل ظهور الاسلام في التجاره، والمسلمين الاوائل نفس الكلام، وانتشر الاسلام بعد كده لشرق افريقيا وغربها عن طريق المعبرين دول. فدلل بيبقى عايزك تقول له الموضوع ازاي، يعني هم مهمين، فتشرح له النقط اللي تحتها. اتفقنا؟ طب يلا على المعبر الثالث، وهو البحر الأحمر. البحر الأحمر اللي كلنا عارفينه هو ليه جنبين، جزء لشبه الجزيرة العربية، يعني في ساحل على شبه الجزيرة العربية، وفي الساحل الشرقي اللي هو الإفريقي الناحية التانية. طيب ايه دورك يا بحر يا احمر؟ قال لي برضو كانوا بيستخدموه في انهم يعدوا من شبه الجزيره العربيه من خلاله. طيب يا ميس زي ايه؟ قال لي المسلمين الاوائل، المسلمين الاولانيين خالص كانوا بيجوا من شبه الجزيره العربيه لافريقيا من خلاله. ده مش بس كده، دول كانوا بينشئوا على السواحل بتاعته مراكز تجاريه، بيعملوا مراكز تجارة هناك. يعني ايه مركز تجارة؟ يعني ده كأن المكان ده أصبح سوق معروف ان التجار العرب بيجوا فيه والأفارقة كمان بيجوا فيه ويبيعوا ويشتروا مع بعض ويمشوا. فعملوا زي ما يكون، مش انت دلوقتي بتروح المول تشتري، اهو نفس الفكرة بس على بقى على زمان بقى. تمام؟ المسلمين الأوائل جم واستخدموا البحر الأحمر عشان يعدوا لقارة إفريقيا. مش بس كده، دول عملوا على ساحل البحر الأحمر محطات تجارية، كأني بقول لك أسواق بالبلدي بتاع اليومين دول، أو بلغتنا احنا اليومين دول مول هنروح نبيع ونشتري فيه أو هنروح نشتري منه. طيب غير إنهم عملوا مراكز تجارية، يبقى أول حاجة استخدموه في التنقل، تاني حاجة عملوا مراكز تجارية على الساحل بتاعه. وبعد كده لما الإسلام انتشر، المراكز التجارية دي ما بقتش للتجارة بس، المراكز التجارية دي تحولت وبقت مراكز لنشر الإسلام. يعني كان التجار، وهنحكي ده دلوقتي بالتفصيل، بيروحوا هم المسلمين، انا تاجر بس انا على علم بديني، وديني مؤثر فيا في شكلي وفي لبسي وفي امانتي، وان انا ما بغشش وبقول الصدق وما بكذبش. فالافارقه كانوا بيبصوا كده، مين الناس المختلفه دول؟ ايه ده بيصلي، ده بيعمل ايه؟ فتحولت المراكز التجاريه اللي الافارقه جايين يشتروا فيها من العرب لمراكز تعليم اسلام. تمام؟ لمراكز نشر الدين الإسلامي بفكرة التأثير، وإنهم يسألوا الناس دي حلوة كده إزاي. تمام؟ طيب دول أول 3 حاجات بنتكلم فيهم على البحر الأحمر. يبقى البحر الأحمر المسلمين الأوائل استخدموه كمعبر لأنهم ينتقلوا لإفريقيا، من شبه الجزيرة العربية لإفريقيا، وبنوا عليه مراكز تجارية. وبعد شوية وقت المراكز التجارية دي أصبحت مراكز لنشر الدين الإسلامي. تمام؟ طيب في حاجة كمان تخص البحر الأحمر، ودي رابع حاجة وحطيناها في الآخر لأنها جت بعدين، جت في عهد الخلفاء الراشدين وبالتحديد عمر بن الخطاب، فهي جت بعدين. تمام؟ إيه اللي أنت عايزة تقوليه يا مس؟ في هنا قناة ربطت ما بين نهر النيل، مش هننفع نكتب دلوقتي، نهر النيل وما بين البحر الأحمر. القناة دي كانت زمان أيام الفراعنة موجودة، اللي هي قناة سيزوستريس، لكن اتردمت، الرمل غطاها واتردمت. مين اللي أعادوا حفرها مرة تانية؟ هم المسلمين في عهد عمر بن الخطاب، واتعرفت القناة دي وربطوا ما بين نهر النيل وما بين خليج السويس، يعني ما بين نهر النيل وما بين البحر الأحمر. خليج السويس ده ودن من ودان القطة بتاعت البحر الأحمر، فربطوا الاتنين ببعض، واتعرفت بقى مش بقناة سيزوستريس، بقناة أمير المؤمنين. طب ايه علاقة ده بالبحر الأحمر؟ ما أنا بقول لك قد إيه المسلمين كانوا بيستخدموا البحر الأحمر في الوصول لقارة إفريقيا، بدليل إنهم اهتموا يوصلوا البحر الأحمر بجوه مصر، بأرض مصر من جوه. فالقناة دي اتعرفت باسم خليج أمير المؤمنين، ودي اتعملت في عهد عمر ابن الخطاب، في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، وكان اللي ماسك مصر هو عمرو ابن العاص. وبرده شوية وهحكي لك الحدوتة. طيب
قبل ما ندخل على النقطة اللي بعدها سريعا كده، احنا عملنا ايه النهاردة؟ احنا دلوقتي في الفقرة دي اخدنا انه حاجات اساسية. العرب على علاقة بافريقيا من قبل الاسلام. العلاقة دي علاقة ايه؟ الله ينور عليك، العلاقة دي علاقة تجارية. وكمان اخدنا انه اول مكان المسلمين حطوا رجليهم فيه في قارة افريقيا هي الحبشة بأمر من الرسول. الله ينور عليك. وحبة كمان أخدنا إنه كان في طرق أو معبر يعني مكان أنا بعدي فيه من حتة لحتة، فكان في معابر استخدمها المسلمين للوصول لقارة إفريقيا، وأخدنا إنهم 3 معابر. أول واحد هو شبه جزيرة سيناء، وعرفنا إن ده المعبر الوحيد اللي يابس اللي بري. وبعد كده أخدنا معبر تاني اللي هو المحيط الهندي وباب المندب، وعرفنا ان ده اللي استخدمه المسلمين الاوائل في الهجرة للحبشة. وكمان اخدنا البحر الاحمر، وعرفنا فيه 4 نقط اساسية لازم تكون عارفهم، ان احنا استخدمناه في نشاط دعوي لدعوة الاسلام وتجاري. البحر الاحمر ده طب ازاي؟ اديني دليل زي ما التانيين اخدنا، ازاي بيجي عليهم دليل؟ اقول له 1 استخدمناه في التنقل من شبه الجزيرة العربية لإفريقيا. 2 مش بس كده، مش بس عبرنا من خلاله، بنينا عليه مراكز تجارية. 3 المراكز دي بعد شوية اتحولت لمراكز إسلامية، مراكز لنشر الدين الإسلامي. طب 4 جت بعدين شوية في عهد عمر بن الخطاب لما أعادوا حفر القناة القديمة وسموها قناة خليج أمير المؤمنين، ولازم تعرف إنها بتربط نهر النيل بخليج السويس اللي هو جزء من البحر الأحمر. حد عنده أي سؤال؟ أسأل. تمام؟ طيب وبكده نبقى خلصنا أول فكرة وأول فقرة في درس النهاردة اللي بجد درس خفيف ولذيذ إن شاء الله. أشوفكم على خير الفقرة الجاية. بفكرك تاني عشان تشوف باقي المراجعات بتاعتنا بشكل مجاني وبشكل منظم في مكان واحد، حمل ابلكيشن الخطة من اللينك في أول كومنت. طلاب الخطة، طلابي حبايبي، يلا بينا نسمي الله ونبدأ مع بعض الفقرة الثانية في الدرس القمر اللي هو الدرس اللي قبل الأخير في المنهج. يلا عايزك فرحان كده، اللي بيتكلم على انتشار الإسلام في قارة إفريقيا. وأخدنا في الفقرة الأولى الإسلام اتنقل إزاي من شبه الجزيرة العربية لإفريقيا، وعرفنا انه اتنقل عن طريق 3 معابر، وهم سامعك الله ينور، وهم شبه جزيرة سيناء والمحيط الهندي ومضيق باب المندب، والثالث بتاعنا هو البحر الأحمر. وعرفنا كمان ان السؤال الكبير اللي ممكن يجي على واحد فيهم هو ان اديني دليل ان المعبر ده يعني يساهم في نشر الإسلام، فتبدأ تتكلم على أدلة كل واحد فيهم. وعرفنا التركات الصغننة اللي احنا المفروض ناخد بالنا منها. طب يلا بينا بقى على الفقرة الثانية. بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن أساليب انتشار الإسلام. نشرنا الإسلام ازاي في قارة إفريقيا، وهنعرف مع بعض ان الإسلام نشر نفسه بنفسه والله في قارة إفريقيا، انه الأفارقة أصلا حبوا دخول الإسلام. ليه؟ لأنهم لقوا فيه سماحة، لقوا ان الله ده دين بيقول مساواة ما بين الناس وعدل ورحمة وايه الصفات الحلوة دي، فلقوا فيه سماحة ولقوا فيه دعوة للعدل والمساواة. فلو جه سألك وقال لك هو الإسلام انتشر ليه في إفريقيا، وأغلب الأماكن اللي انتشر فيها الإسلام كانت انتشار بطرق سلمية مش فتوحات، فليه؟ هقول له لأن الأفارقة لقوا في الإسلام سماحة وعدل ومساواة، فهم اللي أقبلوا على دخول الإسلام، هم اللي حبوا يدخلوا الإسلام. طيب فده كان زي ما اتفقنا انهم حبوا حب وطواعية. طواعية يعني حاجة أنا اللي عايز أعملها. عارف لما حد يقول لك والله ده متطوع، يعني هو اللي جاي يعمل ده بدون مقابل. فهم دخلوا الإسلام مش تحت تهديد، هم بحب وطواعية. ليه؟ للصفات الحلوة اللي لقوها في الإسلام. طيب احنا اتفقنا انه الاسلوب في نشر الاسلام كان اسلوب سلمي، فانا عندي كام بقى اسلوب؟
4 أساليب لنشر الإسلام. وبتكلم هنا إن انتشر الإسلام بأسلوب سلمي، عشان لو جاء قال لك في صح وغلط. تم نشر الإسلام بحد السيف في قارة إفريقيا. وبحد السيف مين؟ يا حرامي أنت يا حرامي، بحد السيف إيه؟ ده انتشر بطرق وأساليب سلمية. تمام؟ طيب أول طريقة هي الدعاء. طب والتانية التجار المسلمين، تجارة وانتشار الإسلام. إيه العلاقة؟ هناخد زواج ومصاهرة. وآخر حاجة الهجرات. فانتشر الإسلام بكام طريقة سلمية في قارة إفريقيا؟ ب4 طرق. ويلا بينا على أول طريقة وهي الدعاء. عارف لما يجي كده يقول لك ايه؟ الداعية الإسلامي عمرو خالد، الداعية الإسلامي مصطفى حسني، الداعية الإسلامي مع الشيخ محمود المصري. ايه الداعية دي؟ يعني هو بيعمل ايه؟ الناس دي احنا بنستفيد منهم ونسمعهم عشان هم بيعملوا ايه؟ هم ناس على علم، على قدر من العلم في الدين، وبيقدروا بأسلوبهم الحلو ينقلوا علمهم ده لناس تانية. تمام؟ فنفس فكرة الدعاة بتوع زمان بقى اللي نشروا الإسلام في إفريقيا. مين هم الدعاة؟ وده تعريف من التعريفات اللي عليك عشان لو جو قال لك ما المقصود. فمين هم الدعاة؟ هم بني آدمين، أفراد، والله بني آدم عادي، ولكن هو تلقى قدر من العلوم الدينية. هو على قدر من أنه علوم دينية. القدر من العلم اللي عنده ده يأهله انه ينشر الاسلام وتعليمه بطرق سلميه. عمرك شفت عمرو خالد طالع علينا بسيفه؟ ولا مصطفى حسني بيهددنا يكهربنا عشان يقنعنا بحاجات دينيه حلوه جدا؟ اطلاقا. فمين هم الدعاة؟ يجي لك بقى في ما المقصود، يجي لك في اكتب ما تشير اليه العباره، فيجي لك كده او كده. الدعاة أفراد بني آدمين على قدر من العلوم الدينية تؤهلهم لنشر الإسلام بطرق سلمية، نشر الإسلام وتعليم. طيب الدعاة دول قاموا بدور كبير في نشر الإسلام في قارة إفريقيا. أنا بتكلم على إفريقيا بقى. قاموا الناس الصالحين دول، اللي الطلبة الحلوين دول قاعدين قدامهم، نشروا الإسلام في قارة إفريقيا. قال جدا جدا. طيب اديني دليل، أنا عايزة دليل على كده. سلام. كان القادة بتوع القبائل الإسلامية في إفريقيا. إيه ميس معلش ممكن فهمينا؟ يعني الإسلام دخل لقارة إفريقيا، فإفريقيا معروفة بوجود قبائل. فدي قبيلة فلان، هسميها فلان والله، ودي قبيلة فلان، ودي قبيلة فلان ثالث. تمام؟ فالقبيلة دي دخلها الإسلام. فالقائد الليدر بتاع القبيلة دي، يعني ادي التاج بتاعه، الليدر بتاع القبيلة دي يعمل ايه؟ يشوف الناس اللي على قدر من علم الدين عنده. هو راجل افريقي دخل الاسلام ومنصبه كبير في القبيلة، هو زعيم القبيلة او قائد القبيلة. يشوف الناس اللي على قدر من العلم عنده ويبعتهم لقبائل افريقية تانية علشان ينشر فيهم الإسلام. فلو جه سألك وقال لك الدعاة وعلماء الدين كان ليهم دور في نشر الإسلام في قارة إفريقيا؟ أيوة. إزاي؟ القادة بتوع القبائل الإسلامية في إفريقيا، قبائل دخلت الإسلام خلاص، يروحوا باعتين الناس اللي على علم من عندهم، اللي هم يرسلوا الدعاة لنشر الإسلام في حتة تانية، في قبائل أخرى، ما بين قبائل أخرى تانية في إفريقيا. وبكده كان ليهم دور كبير. وكان الدعاة دول ايه ده؟ انت على قدر من العلم من الدين، يبقى انت ليك مكانة مهمة جدا في ما بيننا في المجتمع. فزي ما كانت الدعاة دلوقتي على فكرة، فالدعاة دول كانوا بيحظوا بنوع من يعني بياخد نوع من التقدير والاحترام ما بين القبائل. فده دور الدعاة، ودي طريقة سلمية، أول طريقة سلمية لنشر الإسلام في قارة إفريقيا. حاجة مش مفهومة؟ إن شاء الله الدنيا تبقى تمام. ويلا بينا على تاني طريقة. تاني ناس ساهموا في نشر الإسلام، مع إن ما كانش يعني إيه بشكل مباشر، يعني مش ده المقصود. هم ناس
رايحين يتاجروا التجار المسلمين اللي جايين لي من شبه الجزيرة العربية، ورايحين يتاجروا مع قارة افريقيا وبالتحديد في الشرق هنا. تمام؟ فراحوا بقى بأي طريقة، بحر أحمر، شبه جزيرة سيناء، محيط هندي، باب مندب، مش ده موضوعي. الموضوع دلوقتي في فكرة ان الناس دي راح تبيع وتشتري. ايه اللي يخليهم سبب في نشر الإسلام؟ هقول لك اللي يخليهم سبب هو مظهرهم، طريقة لبسهم الحلوة المحتشمة، طريقة تعاملهم، الأمانة والصدق اللي بيتعاملوا بيها، ما بيغشوش، ما بياكلوش ربا. الربا ان انا اقول لك تعالى اسلفك 10 جنيه بس هم 3 ايام ونجيبهم 20. يعني لا، تجار المسلمين ما بيعملوش ده لان ده حاجة حرام كبيرة جدا في ديننا. وكمان فكرة السماحة، الصدق، الطيبة، حسن الخلق اللي بيتعاملوا فيه مع الأفارقة وهم مش مسلمين. هم بيتعاملوا بحسن خلق لأن ده دينهم بيقول لهم كده. فالأفارقة بقوا يقولوا إيه ده؟ الله، والله الناس دي أخلاقها حلوة والحاجات دي مش موجودة اليومين دول. طب هم مالهم بيصلوا؟ طب هو لابس كده ليه؟ أو هو بيعمل حركات الصلاة دي ليه؟ فابتدى الأفارقة هم اللي يقبلوا على دخول الإسلام علشان شايفين في الناس دي حاجة حلوة. فالتجار ساهموا في نشر الإسلام بس بطرق غير مباشرة، عشان بس لو جالك إيه أهو بطريقة غير مباشرة، عشان لو جاء لك صح وغلط. كان للتجار المسلمين دور كبير في نشر الإسلام في قارة إفريقيا بطرق مباشرة. فأنت قريت السؤال، التجار ليهم دور كبير؟ أيوة صح، ليهم دور كبير بطريقة غير مباشرة. أنا رايح أبيع واشتري، مش رايح زي الدعاة رايح أقول يلا يا جماعة في دين اسمه الإسلام وأعرفهم على الدين. لا، أنا رايح أبيع واشتري، بس لبسي ومظهري وأخلاقي وصدقي وأمانتي، وإن أنا ما بغشش وما بوزنش الحاجة يعني أغش في الميزان وما بتعاملش بالربا. الحاجات دي كلها خلت الأفارقة يقبلوا على دخول الإسلام. طيب كمان التجار دول كان ليهم دور انه المواني اللي موجودة على البحر الأحمر زي ميناء عدن ومواني تانية كتيرة، والمراكز التجارية اللي كانت لسه متكلمين عنها في الفقرة اللي فاتت، اللي هي زي الأسواق، مكان معروف بيجي فيه التجار العرب والتجار الأفارقة ويبيعوا ويشتروا من بعض. اتحولت الأماكن دي لمراكز ثقافية ومراكز تعليم دين إسلامي. يعني أنا رايح نيتي أتاجر، بس الناس بدأت عمالة تسألني على الإسلام فأنا أقول، فيسألوني أكتر فأنا أقول، فاللي بقى عايز يعرف عن الإسلام بقى يجيلي في المراكز التجارية دي. فالمراكز التجارية دي تحولت لمراكز ثقافية وعلمية عشان ينشروا الدين الإسلامي. طيب زي مراكز فين؟ يعني عندي مركزين مهمين جدا جدا لازم تعرفهم كمراكز، ولازم تعرف كمان اماكن الدول دي على الخريطه. احنا اصلا واخدين الخريطه السياسيه بتاعت ايه؟ بتاعت افريقيا. ففي مدينه اسمها كانوا كنا ويكون وسيكون. كانوا فين دي؟ في دوله نيجيريا. ومدينه تانية اسمها تمبوكتو فين؟ في مالي. ايه ده؟ مش مالي دي اللي خدناها بتاعت ابن بطوطه لما ايوه الله ينور، انت مصحصح، انت شطور ومصحصح. فالاماكن بتاعت نيجيريا ومالي عايزه ارسمها لكم. ادي يا سيدي نيجيريا هنا في الغرب، وكانوا مدينه موجوده في الشمال شويه ماشي هنا في نيجيريا، ومالي موجودة هنا. هي مش فوق نيجيريا على طول، بس هنا فوق نيجيريا النيجر، بس في نفس الحدود دي. فمالي فيها مكان اسمه تمبوكتو، ونيجيريا فيها مركز اسمه كانو. دول كانوا مراكز تجارية ولكن اتحولوا لمراكز ثقافية لتعليم الدين الإسلامي، لدرجة ان تمبوكتو دي يعني المكان اللي فيها أصبح جامعة زي كده. جامع الأزهر عندنا زمان كان جامع الأزهر، بس دلوقتي بقت جامعة الأزهر. تمام؟ طيب التجار المسلمين كمان كانوا بيتبرعوا انهم يبنوا مساجد على حسابهم،
ويختاروا طلاب ناس شاطره من السكان افريقيا، مش من العرب التجار العرب اللي جايين، من السكان الاصليين، يختاروا ناس شاطره في الدين علشان هم يتعلموا اكتر، فيبعتوهم على حسابهم، على حساب التجار العرب، يبعتوهم لمصر او لشمال افريقيا علشان يتلقوا الدين الاسلامي ويبقوا اساتذه فيه، ويرجعوا لاماكنهم الاصليه ينشروا الاسلام. لا معلش، تاني الحته دي يا مس. التجار العرب كانوا كمان بيتبرعوا بحاجتين، بفلوس عشان يبنوا مساجد، ويتبرعوا بمصاريف دراسة للطلاب الأفارقة اللي يلاقوهم طلاب نابغة، طلاب شاطرين، فيقولوا لهم والله احنا هنسفركم مصر وشمال افريقيا. طب اشمعنى دول فيهم مراكز تعليم اسلام في جامع الازهر في مصر، فهنسفركم هنا وهنسفركم هنا علشان تدرسوا الاسلام اكتر وترجعوا لاهلكم على قدر من العلم قد كده، تنشروا ما بينهم الدين الاسلامي وتعليمه. فالتجار ده دلل بتاعتها فيها 3 نقط. فاول حاجه انه من خلال مظهرهم ومن خلال اخلاقهم وحسن تعاملهم والصدق، ده اول حاجه. والحاجه الثانيه ان بعد شويه وقت المراكز التجاريه اللي واقف فيها التجار يبيعوا ويشتروا، تجار المسلمين، اصبحت مراكز لتعليم الدين الاسلامي، زي كانوا في نيجيريا وتمبكتو في مالي، وانا مالي. والحاجه الثالثه اللي عملها التجار، دي اول حاجه، دي تاني حاجة. الحاجة الثالثة هي تبرعاتهم بقى، افتكرها كده بكلمة تبرعاتهم، انهم شيدوا مساجد في افريقيا، دي اول حاجة. والحاجة الثانية بتبرعاتهم المالية برضو، كانوا بيختاروا الطلبة النابغة ويبعتوهم على مصر وشمال افريقيا يدرسوا اكتر الدين عشان يرجعوا قادة فكر ودعاة كبار في بلادهم. حلو الكلام؟ طيب، ثالث طريقة نشر الإسلام، وأنا بتكلم عن أساليب سلمية وجميلة، الأولانية كانت الدعاة، والتانية هي التجار المسلمين، والتالتة هي الزواج أو المصاهرة. التجار المسلمين كانوا بيتجوزوا من النساء الأفارقة، والله يعني الصورة معبرة جدا جدا جدا، وفي بوكيه ورد، ده والله تجار ذوق قوي. فالتجار المسلمين كانوا بيتجوزوا من النساء الافارقه، فترتب على كده ايه؟ قال لي بعد شويه بقى في تقويه علاقات، يعني ما ينفعش بقى تعمل فتنه هنا ما بين تجار عرب وما بين سكان افريقيا، خلاص يعني دخلوا بيوت بعض واتجوزوا من بعض، فقوت العلاقات ما بين العرب وما بين سكان افريقيا. طب وايه كمان؟ العادات والتقاليد الإسلامية، العادات والتقاليد بتاعتنا كمسلمين نقلناها للشعوب الإفريقية. يعني رجل عربي تزوج من امرأة إفريقية هينقل لها تفاصيل الدين الإسلامي، يعني هي فكرة الأخلاق أكتر هتتأثر بيه أكتر، حتى لو هي أسلمت هتتأثر بيه أكتر، فكرة الصلاة، فكرة الأخلاق، فكرة تعاليم الدين الإسلامي والالتزام بيه، وعادات المسلمين في كل حاجة، مش بس صلاة وعبادة، في كل حاجة يومية هينقلها لها. فمع انتشار زواج التجار المسلمين من النساء الأفارقة قويت العلاقات ما بين الطرفين، وانتشرت عاداتنا وتقاليدنا. يبقى العادات والتقاليد الإسلامية انتشرت عن طريق الدعاة، العادات والتقاليد الإسلامية انتشرت عن طريق التجار، العادات والتقاليد الإسلامية انتشرت عن طريق الزواج والمصاهرة، لأنه طالما 2 في بيت واحد هيتأثروا ببعض جدا جدا. فهو رجل مسلم وهي امرأة مسلمة وإفريقية ولكن لسه حديثا، فهتشرب منه عادات الإسلام والمسلمين. طيب دي 3 طريقة اللي هي المصاهرة. يلا بينا الهجرات. الهجرات المقصود بيها ان مش انا رايحه تاجر وارجع، انا لميت شنطه هدومي خدتها كده ورايح انقل مكان عيشتي لقاره افريقيا. انا كتاجر مسلم، او مش تاجر بقى، انا كعربي مسلم من شبه جزيره عربيه هنقل عيشتي بالكامل لقاره افريقيا. عارف لما كده يبقى ليك خال ولا عم مش مسافر بره بيشتغل وبيرجع، لا ده مهاجر، ده عيشته كلها اصبحت في مكان تاني. هو ده المقصود بفكره الهجرات. طيب الهجرات لقاره افريقيا كانت
وسيله لنشر الاسلام. ازاي؟ انا كمسلم هروح اعيش في مكان تاني فهأثر في الناس، وحصلت من الاول خالص. اول مسلمين حطوا رجليهم في قاره افريقيا امس، اللي هي هجره المسلمين الاوائل للحبشه. اللي حصل بقى وتعالى احكي لك بالتفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم قعد في مكه حوالي 13 سنه في مكه، الدعوه المكيه. فلما قعد في مكه، يعني اهل مكه اللي هم قريش رافضين الاسلام عشان مكانتهم، فحب يطلعوا على النبي اشاعات. فالنبي قاعد هو واصحابه اللي دخلوا الاسلام وكبروا دماغكم الاشاعات. طب نتفاوض مع النبي، نتفاوض معاه ونرشيه، يعني اللي هو صلى الله عليه وسلم نقول له انت عايز فلوس خد، عايز تبقى زعيم يلا، يعني نرشيه. ما لقوش فايده بقى مع الرسول برضه، فابتدوا في فكره ثالثه وهي فكره الايذاء والتعذيب، انهم يضايقوا الصحابه ويضايقوا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ويضربوهم، يعني اعتداء جسدي. يعني النبي بيبقى ساجد عند الكعبه بيصلي، وحد يجيب امعاء ناقه، امعاء جمل مذبوح ويروح حاططها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فابتدوا مرحله، ده بيعملوا كده مع النبي، فما بالك بقى باللي داخلين الاسلام كمان مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صعب عليه احوال اصحابه، اللي هو يعني هنفضل في العذاب ده كده كتير. والنبي ما كانش عايز ابدا يعمل حروب اهليه في مكه، يعني كلهم اهله حتى لو مش مسلمين، فما كانش عايز ان هم يقابل الايذاء ده بعنف فتبقى حرب اهليه بقى ويتقال ان النبي بوظ المجتمع المكي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام قايل لاصحابه انتوا هتاخدوا بعضكم وتهاجروا. هتروحوا فين؟ هتروحوا للحبشه، تمشوا من مكه وتروحوا للحبشه اللي هي زمان كان حضاره اكسوم او اكسيوم. ففعلا واسباب النبي في ان هم يروحوا للحبشه ان كان بيحكمها ملك عادل، هو ملك النجاشي، كان على الدين المسيحي وكان رجل عادل جدا. وفعلا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتقلوا الى الحبشه واستقروا هناك، ونصفهم النجاشي، كان رجل عادل ونصرهم وخلاهم موجودين جوه الحبشه واستقروا وقعدوا وباعوا واشتروا وولادهم كبروا هناك، يعني قعدوا فتره زمنيه كبيره. فدي اول هجره راحت من شبه الجزيره العربيه من المسلمين. قبل الاسلام كان في ناس بتروح عادي تجار، انا بتكلم من المسلمين. دي اول هجره للصحابه كمسلمين يخرجوا من شبه الجزيره العربيه يروحوا على قاره افريقيا، كانت للحبشه. بعد كده قال لي بعد كده المسلمين كانوا بيهاجروا اعداد كتيره من شبه الجزيره العربيه ويروحوا يستقروا في افريقيا، وانشأوا ممالك في الشرق. كان في ممالك كتيره في شرق في شرق قاره افريقيا. وبعد كده انتشر الاسلام للغرب، ده انت مصمم بقى اهو. وبعد كده انتشر الاسلام للغرب. فهجره الصحابه الاوائل للحبشه بدات بهجره الصحابه للحبشه، وبعد كده هجرات مسلمين راحوا واستقروا في شرق افريقيا. والله اللي هيغلط بعد كده ويقول غرب، ده انا قلت كميه شرق النهارده. في شرق افريقيا وانشأوا ممالك اسلاميه هناك. ايه كمان في الهجرات؟ احنا اخذنا هجره المسلمين الاوائل للحبشه. بعد كده بقى في عصر الدوله الامويه بقى، يعني عبد الله ابن مروان، وده هجره العرب المسلمين لقاره افريقيا، بيدوروا على معادن واحجار كريمه. وقاره افريقيا من اغنى قارات العالم، ما كانتش اغناهم في انها تلاقي في ارضها معادن واحجار كريمه. وده اللي خلاها بقى في عهد الاحتلال بعدين، فاكرين في الكشوف الجغرافيه البرتغاليين والهولنديين والانجليز، ده اللي خلاها محطه اطماع بقى للاحتلال بعدين. فانا عندي هجره المسلمين كانوا بيبحثوا عن المعادن والاحجار. طيب اشهر حاجه حصلت، قال لي بس ما كانوش بيروحوا نحتل اطلاقا، ده الخليفه الاموي اللي في عهد الدوله الامويه. وعشان انت لو نسيت افكرك، الدوله الامويه دي
دولة جت بعد الخلفاء الراشدين الأربعة اللي جم بعد النبي، فبالترتيب كده النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما توفاه الله جاء بقى الخلفاء الراشدين الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وبعدهم جت الدولة الأموية. ده خليفة من خلفاء الدولة الأموية. أنا بشرح لك ده ليه؟ علشان أقول لك إن بعدهم بوقت طويل، يعني إحنا بعد ظهور الإسلام بحبة كتار عبد الملك بن مروان كخليفة للدولة الأموية أمر البنائين إنهم يبنوا على السواحل الشرقية. الله، ده كل ساحل شرقي أهو. يبنوا إيه؟ يبنوا مدن. الله، ده اهتمام بأنهم يعمروا المكان ده، مش يستغلوه، اهتمام انهم يعمروه. ولما بنوا مدن على السواحل الشرقية لقارة افريقيا، السواحل دي وبقيتها تحت، انتشرت العمارة الإسلامية هناك. يعني بقوا يشوفوا شكل المباني الإسلامية، وانتوا عارفين ولغاية دلوقتي شكل المساجد وشكل الحاجات الإسلامية مختلف عن أي مبنى آخر. فنقلوا المسلمين نقلوا لقارة افريقيا جزء من الحضارة العربية، وأهم جزء كان فن العمارة. ويجي يقول لك أنا عايز دليل، أقول له والله عبد الملك بن مروان خلى البنائين، الناس اللي يبنوا مدن، مش يبنوا جوامع، مدن كاملة في شرق افريقيا، وبيبنوها على الطريقة الإسلامية. فده جزء من انتشار الحضارة الإسلامية، مش الإسلام بقى، شكل الحضارة، شكل طريقة بنانا مثلا اللي هو فن العمارة هناك. فدي تاني هجرة. الهجرة الثالثة، ودي هجرة ناس هربانة، يعني هجرة ناس خايفة من حاجة، وهم بني أمية. أنا مش لسه قايله لك إنه بالترتيب كده الإسلام ظهر على إيد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها بعد وفاة النبي حكم الخلفاء الراشدين اللي هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وبعد الخلفاء الراشدين جت دولة اسمها الدولة الأموية، حكمت، اللي خدنا فيهم عبد الملك بن مروان لما بنى مدن في شرق أفريقيا، تمام. بس بعد الدولة الأموية ما حكمت فترة من الزمن، مش فترة صغيرة، فترة كبيرة من الزمن، سقطت الدولة دي وبدأت دولة جديدة اسمها الدولة العباسية، ودي كانت على عداء مع الدولة الأموية. فالأمويين أول ما دولتهم سقطت هربوا على قارة إفريقيا. ليه؟ خوفا من العباسيين. هم كان في خلافات، مش عايز ادخلك في مواضيع جانبيه، كان في صراعات وخلافات على الحكم ما بين الامويين والعباسيين. فلما العباسيين قدروا يوصلوا للحكم، بني اميه بعد ما سقطت دولتهم وقامت الدوله العباسيه، بني اميه اللي هم مؤسسين الدوله الامويه، جايه منها امويه، راحوا مهاجرين باعداد كبيره للسودان واماكن تانية جوه قاره افريقيا. ودول كانوا سبب، يعني هم هاجروا هربانين بس هم مسلمين، فكانوا سبب في نشر الإسلام واللغة العربية ما بين أهل البلاد دي، تمام. طيب بعد كده في هجرات تانية، قال لي طول الوقت في هجرات لوسط افريقيا وهجرات لغرب افريقيا. ايه ده بس ما قلتش الشرق اتملى بقى خلاص. فعندي هجرات حصلت بعد كده لنص قارة افريقيا والغرب قارة افريقيا في فترات مختلفة، وبرضو كان ليهم دور في نشر الاسلام في قارة افريقيا ونشر الحضارة الاسلامية لقارة افريقيا. طيب حاجة صعبة. يبقى احنا اخدنا ايه النهارده؟ اخدنا 4 اساليب لنشر الاسلام جوه قاره افريقيا. اول اسلوب اللي هو الدعاء، الاسلوب الثاني اللي هم التجار المسلمين، الاسلوب الثالث بالزواج والمصاهره، والاسلوب الرابع الهجرات اللي اخدنا فيه هجرات الصحابة الأوائل للحبشة، وهجرات اللي حصلت في الدولة الأموية بحثا عن المعادن والأحجار الكريمة، وهجرة بني أمية نفسهم لما دولتهم وقعت. وبكده يا حلو تبقى خلصت معايا الفقرة التانية أو الفكرة التانية في الدرس. يلا ريح بقى شوية وتعالالي بكامل نشاطك عشان ناخد مع بعض الفقرة الثالثة سوا. أشوفك على خير.
ادخل على موقع الخطة التعليمي علشان تشوف باقي الدروس في كل المواد. ذاكر في أي وقت وخليك دايما مستعد. طلاب الخطة، طلاب أولى إعدادي، طلابي حبايبي عاملين إيه؟ يلا بينا مع ثالث فقرة في درس النهاردة، الدرس اللطيف الخفيف الظريف اللي بيتكلم على انتشار الإسلام في قارة إفريقيا. وفي الفقرة دي هنتكلم على الفتوحات الإسلامية. الفتوحات الإسلامية اللي حصلت لا في شرق ولا في غرب ولا في جنوب إفريقيا ولا في وسط إفريقيا. الأماكن التانية كلها في قارة إفريقيا دخلها الإسلام بالأربع طرق السلمية اللي احنا قلنا عليهم: الدعاء والتجار والزواج والهجرات. معايا انت؟ لكن شمال إفريقيا بالتحديد دخلوا الإسلام عن طريق الفتوحات الإسلامية. يعني هنا في معارك حصلت. طب ليه طب ما كنا بعتنا تجار ولا دعاء ولا. هقول لك يا حبيبي، لأن شمال إفريقيا كان محتل من الروم الفظاع اللي كانوا يعني مطلعين عين سكان شمال إفريقيا ومن ضمنهم مصر. كانوا محتلين شمال إفريقيا، فما كانش فيه قدام العرب المسلمين غير الفتوحات الإسلامية، لأنه بعتنا لهم كتابات ندعوهم فيها للإسلام، ولكن اللي رفض واللي قل أدبه واللي قتل الرسل. فاحنا كنا في البداية ماشيينها سلمية. طيب يا ميس بقى موقف الناس بتوع شمال إفريقيا، مفروض يا ميس الناس بتوع شمال إفريقيا عجبهم حكم الروم ومش عايزين الإسلام. هقول لك بالعكس، ده احنا كنا بنفتح الأماكن دي وبمساعدة سكان شمال إفريقيا عشان هم على آخرهم ومخنوقين من الاحتلال الروماني ليهم. طب يلا بينا نسمي لو نبدأ. يلا بينا. أول مكان اتفتح في قارة إفريقيا هي مصر. اللخبطه دي يا ميس بقى، انت مش لسه قايله اول مكان المسلمين راحوا لقاره افريقيا هي الحبشه؟ اقول لك وفين اللخبطه؟ اول هجره للمسلمين كانت على ارض في قاره افريقيا، على ارض الحبشه. دي هجره حبيبي، هجره النبي صلى الله عليه وسلم امر بيها. لكن انا بتكلم على فتوحات، بتكلم على فتح اسلامي. فاول دوله او اول مكان في قاره افريقيا هي مصر. أول دولة. مين القائد اللي فتحها؟ عمرو بن العاص. مين اللي كان خليفة المسلمين؟ عمر بن الخطاب. معلش، هو إيه الفرق يعني أنا مش فاهم حضرتك، هو إيه الفرق ما بين القائد والخليفة؟ هقول لك، مش إحنا أخدنا إن بعد عهد النبي كان في عهد خلفاء راشدين اللي هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، اللي هما مين يا ميس؟ أبو بكر وعمر. أيوة هو ده الخليفة اللي كان حاكم الدولة الإسلامية كلها. ده اللي بعت القائد أو اللي وافق إن القائد عمرو بن العاص يروح يفتح مصر. فاتفتحت على إيد قائد. هو مين؟ لما يجي يقولك من هو القائد اللي فتح مصر يبقى عمرو بن العاص. لكن في عهد أنه خليفة كان مين اللي بيحكم الدولة الإسلامية كلها وموافق ان عمرو بن العاص يروح يفتح مصر؟ هو عمر بن الخطاب. فخد بالك عشان لما يجي لك في من هو ما تتلخبطش ما بين القائد والخليفة اللي في عهده تم فتح مصر. فالنبي نفسه وصى في حياته ان الصحابة بعد كده يفتحوا مصر، وقال لهم فيها ان انتوا ليكوا نسب وليكوا صهر هناك، واتخذوا من جنود مصر جنود كتيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان موصي اصحابه اصلا بفتح مصر. حصل ده في عهد الخليفة عمر بن الخطاب بقيادة القائد عمرو بن العاص. وهم على فكرة دخلوا لمصر عن طريق شبه جزيرة سيناء. أصلا يعني عمرو بن العاص كان بيخلص هنا فتوحات في بلاد الشام، وراح باعت لعمر بن الخطاب قال له يا عمر ما نفتح مصر، دي هتبقى يعني نفع لينا يعني. فالخليفة عمر بن الخطاب وافق، ودخلوا لمصر عن طريق شبه جزيرة سيناء، تحديدا عن طريق العريش. ودخلوا. طب مين اللي كان ماسك مصر؟ ما احنا متفقين كانت تحت احتلال الروم. فدخلوا وقدروا حصروا مصر لغاية لما الروم استسلموا، وأهل مصر نفسهم
كانوا مرحبين جدا 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 بالفتح العربي الإسلامي، لأنه بالرغم أن أهل مصر كانوا على المسيحية، أغلبهم كانوا على المسيحية، فاللي هم أقباط مصر، فرحبوا بالدين الإسلامي جدا لأنهم سامعين عنهم العدل والرحمة والمساواة وشايفين على إيد الروم الظلم وكمية الضرائب والمعاملة السيئة، فرحبوا بالفتح العربي الإسلامي. طب ده فتح مصر. عمرو بن العاص هيسكت؟ لا، كمل. بعد فتح مصر هو كمل لشمال افريقيا وفتح برقة، وبرضه كانت تحت احتلال الروم. طب ليه يا عمرو بن العاص ما اكتفتش بمصر؟ قال لي ما انا نشرت الاسلام في مصر هنا او فتحت مصر، فمحتاجه امن حدود مصر. هامنها ازاي؟ اخد اللي بعدها، وبالمره اخدت ثواب ونشرت الاسلام في برقة. يبقى في سببين خلوا عمرو بن العاص يروح يفتح برقة. وبالمناسبة برقة دي في ليبيا، دي كده برقة وطرابلس الاتنين في ليبيا، بس الأول القريبة من مصر اسمها إيه؟ اسمها برقة. طب ليه يا عمرو بن العاص رحت فتحت برقة بعد مصر؟ قال لي علشان أأمن الحدود المصرية، أأمن حدود بلد مصر هنا اللي أنا أخدتها، وأنشر الإسلام كمان في برقة. سببين لو جاء لك بما تفسر. طيب وبعد فتح برقة الناس برضو في برقة رحبوا بالمسلمين، قال ده رحبوا بالمسلمين ترحيب يعني ترحيب كبير قوي، ورحب بيهم المصريين كمان. فاحنا متفقين ان المناطق دي حصل فيها فتوحات اسلاميه لانها كان طالع عينيها تحت احتلال الروم، فسكان المناطق دي ما صدقوا المسلمين يجوا يخلصوهم من الروم. طب وبعد كده بعد مصر برقة في ليبيا، وبعدها قال لي بعدها كمل وراح فتح طرابلس في ليبيا، وبرضه نفس القائد هو عمرو بن العاص. يبقى عمرو بن العاص فتح مصر وفتح برقة وفتح طرابلس. برقة وطرابلس دول فين؟ في ليبيا. تمام؟ طيب ليه فتح طرابلس؟ قال لي علشان هي مكان على الشط مهم، مكان مهم أسيطر عليه، عشان المكان ده على ساحل البحر المتوسط، فالمكان ده مهم أقف وأسيطر عليه، فأهميتها على الشاطئ الإفريقي. طيب وكمان قال لي وابقى كده مسكت شمال إفريقيا، أحكمت السيطرة على شمال إفريقيا، مش بس مصر وبرقة، لا أنا كده سيطرت على بقية شمال إفريقيا. طيب والله شكرا يا عمرو بن العاص. يبقى عمرو بن العاص عندي أخد فتح مصر وبرقة وطرابلس. طيب برقة ليه؟ قال لي علشان أأمن حدود مصر وأنشر فيها الإسلام. طب طرابلس يجي يسألك بما تفسر ليه فتحها؟ علشان هي مدينة مهمة على الساحل الإفريقي، مكانها حلو على البحر وهتنفعنا استراتيجيا وتجاريا وكله، وكمان انا كده بقى سيطرت على شمال افريقيا، خدت جزء كبير من شمال افريقيا ما يجيليش منه بعد كده تهديد من الروم. طيب عمرو بن العاص وهو بيفتح طرابلس، يعني تخيلوا معايا كده ان دي طرابلس، وهو بيفتح طرابلس هنا قدامها بحر اللي هو البحر المتوسط يعني، ومن الناحيه دي المسلمين جايين من انه اتجاه؟ من ناحيه الشرق، ما احنا كنا اخذين برقه وبعد برقه جايين لها، فاحنا المسلمين واقفين هنا. وفي مين تاني في طرابلس؟ قال لي في جهه الجنوب وفيها جهه الغرب، ولكن الروم كانوا عاملين اسوار عاليه، يعني عاملين هنا اسوار عاليه جدا جدا جدا، احكموا السيطره بيها على طرابلس، فالمسلمين مش عارفين يدخلوا لطرابلس بسبب الاسوار العاليه دي. طب نعمل ايه؟ فجاء بقى هنا ذكاء القائد، الذكاء العسكري بقى للقائد عمرو بن العاص، وان هو عمل ايه؟ وقف في ناحيه الشرق، الجيش بتاعه حاصر هنا في ناحيه الشرق، ووقفوا في مكان الارض فيه عاليه، الارض فيه مرتفعه. شفتني وانا بحاول اعلى زي الارض فيه عاليه ومرتفعه، وبحيث انهم يقدروا يشوفوا المدينه. وحاصرها شهر، 30 يوم محاصر المدينه، لغايه لما حصل عمليه جزر في البحر. يعني مش البحر بيحصل له مد وجزر، ميه تزيد او تنحصر لورا، فحصل انحصار لميه البحر، ميه البحر رجعت، فقام داخل لهم عمرو بن العاص من ناحيه البحر، من ناحيه الشاطئ،
لما ميه البحر رجعت بقى في مكان يعدي منه الجنود عادي برا، اللي هي عمليه المد والجزر، الجزر بقى رجع لورا، فدخلوا الجنود من ناحيه الايه؟ الشاطئ، لان ما كانش في صرفه ندخل من اي حته تانية بسبب الاسوار العاليه اللي حواليها من هنا ومن هنا ومن هنا. فالسكه الوحيده اللي قدامنا بحر، ففضلنا قاعدين محاصرين في الشرق هنا اللي من ناحيه برقه، طبيعي ما احنا جايين من هنا، وقعدنا شهر لغايه لما ميه البحر انحصرت، يعني راجعت لورا، فدخلوا المسلمين لطرابلس عن طريق البحر. وده يدل على ذكاء عمرو بن العاص، انه استنى لغايه انحسار الميه عن الشواطئ، لغايه لما تحصل عمليه الجزر اللي احنا بنقول عليها دلوقتي، وقام مفاجئ الروم وداخل لهم من ناحيه الايه؟ البحر، وسيطر على المدينه. والروم هربوا برضو من جهه البحر، ركبوا مراكبهم ويلا حبيبي على روما، منك ليه، يلا يا بابا. تمام. واهل طرابلس كانوا برضو مرحبين جدا جدا، واتفتحت طرابلس بالرغم من اسوارها العاليه الكبيره من غير صعوبه، من غير حرب يعني وقتال ويروح من المسلمين اعداد، لا لا لا، بدون صعوبه، بذكاء القائد العسكري. ويجي يقول لك انا عايز دليل، دلل لي على ذكاء عمرو بن العاص في فتح طرابلس، هقول له ان طرابلس كانت مدينه اسوارها عاليه، فهو حاصرها من ناحيه الشرق، وقعد في مكان مرتفع، واستنى لمده شهر لغايه انحسار الميه اللي على شاطئ البحر المتوسط بتاعه طرابلس، وقام مفاجئ الروم وداخل لهم من ناحيه البحر. فالروم طلعوا وهربوا على مراكبهم ويلا على بلادهم. فده ذكاء، انه بالرغم من اسوارها العاليه لكن قدر يدخلها بدون صعوبه. تمام. طيب احنا كده خدنا فتح كام حاجه يا حلوين؟ خدنا فتح مصر وبرقه وطرابلس. يلا بينا على المحطه الرابعه في شمال افريقيا، وهي فتح افريقيه او تونس دلوقتي. رابع مكان هيتم فتحه في شمال افريقيا هي افريقيه. ففين افريقيه؟ اهي بعد مصر وبرقه وطرابلس تيجي افريقيه اللي هي دلوقتي تونس. طيب هتتفتح، مين اللي هيفتحها وفي عهد مين؟ هيفتحها عبد الله ابن ابي السرح، وهو كان والي مصر في عهد عثمان بن عفان. ممكن يا ميس بقى تقول لنا على التركية اللي هنا، انك تاخد بالك انه انا عندي عهد عمر بن الخطاب وده خليفة. ده مين؟ ده الخليفة. كان مين اللي بيعمل فتوحات في شمال افريقيا في عهده؟ هو عمرو بن العاص. وبالمناسبة عمرو بن العاص كان ماسك كمان حكم مصر. فالخليفة عمر بن الخطاب كان مين في عهده وعمل الفتوحات بتاعت مصر وبرقة وطرابلس؟ عمرو بن العاص. طيب دلوقتي احنا هناخد خليفة تاني بقائد تاني، وهو الخليفة عثمان ابن عفان. وكان بقى اللي ماسك حكم مصر وقتها واللي هيكمل فتوحات شمال افريقيا اسمه عبد الله ابن ابي السرح. تمام. فعبد الله بن ابي السرح كان والي على مصر في عهد عثمان، فبعت زي جنود، بس مش عشان يعملوا معركه، بعت جنود علشان يستكشفوا المكان بتاع افريقيا ده، المكان بتاع تونس ده. فبعت بنقول عليها حملات استطلاعيه عشان يعني يستكشف. طيب ويجي يسألك ليه يا عبد الله بن ابي السرح بعت ناس مش عشان يفتحوا المكان، لا عشان يشوفوا اخبار الروم اللي هناك، عددهم، قوتهم، اسلحتهم، يشوفوا في ايه هناك. فعشان يعرف الاجابه، عشان يعرف قدره الروم على صد هجمات المسلمين، يعرف يعني هم قوتهم قد ايه علشان احنا نبعت لهم جيش قد ايه. طيب وبناء عليه لما عرف انه لا والله دي قدرتهم قد كده واحنا ممكن نبعت لهم قد كده فنقدر نفتح افريقيا، راح باعت للخليفه عثمان بن عفان وقال له يا خليفه ايه رايك بنستاذنك نفتح افريقيا؟ فالخليفه اداله الاوكي، قال له يلا تمام، طالما انت بعت
حملاتك الاستطلاعية أو الاستكشافية ولقيت أنه أنت هتقدر على قدرة الروم في صد هجماتك، فتوكل على الله ويلا. راح خارج عبد الله بن أبي الصرح هو القائد على رأس جيش المسلمين، وقاموا راحوا لإفريقية. راحوا لإفريقية عن طريق أنه طريق؟ راحوا الإفريقية عن طريق على الطريق الساحلي. بص معايا كده، راحوا الإفريقية مشوا هو خارج من مصر، هو خارج من مصر، فمشوا على الطريق الساحلي، يعني مشوا قرب الساحل لغاية لما وصلوا لمكان اسمه صبيطلة. اوكي، دي مدينة او مكان موجود في افريقيا اللي هي تونس دلوقتي. طب وبعدين؟ يبقى هم ما اتخذوش طريق داخلي، عشان لو جاء لك في اكمل ولا اختر ولا صح وغلط يلخبطك وقال لك والله عبد الله بن ابي الصرح في طريقه الى افريقيا اتخذ طرق داخليه في قاره افريقيا. لا، ده ماشي على الطريق الساحلي فوق زي ما احنا لسه قايلين، ووصل لصبيطلة. وأول ما وصل لصبيطلة هنا حصلت الحرب ما بين عبد الله بن أبي الصرح وما بين حاكم الروم. حصلت الخناقة وانتهت بانتصار المسلمين. ما هو عبد الله بن أبي الصرح مذاكر وباعت ناس تشوف قوتهم علشان يبعت اللي يقدروا عليهم، فانتصر المسلمين واتهزم الروم واتفتحت مدينة صبيطلة. ايه ده، ما اتفتحتش افريقيا كلها؟ ستيب باي ستيب، خطوة خطوة. فمهد فتح صبيطلة قدام المسلمين بعد كده انهم يفتحوا المدن والحصون الاخرى في شمال افريقيا. وده حصل امتى؟ ده ما حصلش بقى في عهد عثمان، ده حصل في عهد الدولة الأموية. بعد كده على ايد قادة تانيين زي عقبة ابن نافع وموسى ابن المصير. تاني الجزئية دي احنا قلنا ان عبد الله بن ابي الصرح بعت حملات يستكشف فيها قوة الروم اللي عند افريقيا دول. يا ترى عددهم قد ايه؟ لو هم عددهم مثلا 20,000 احنا نبعت لهم اكتر، لو هم بيستخدموا الاسلحة الفلانية احنا نبعت حاجات احدث وايه واكتر. فبعت رحلات استكشافية، راحت ورجعت له. طب يسألك بعت حملات استكشافية ليه؟ لمعرفة قدرة الروم على صد هجمات المسلمين، يعرف قوتهم واصلة لفين. طيب بعد ما عرف ان هو كقائد عبد الله بن ابي الصرح يقدر يفتح افريقيا، لازم يستأذن الخليفة. فاستأذن مين؟ عثمان ابن عفان. طيب لما استأذن عثمان بن عفان رفض ولا وافق؟ قال لي لا، وافق على فتح افريقيا. طيب هيخرج عبد الله بن أبي الصرح على رأس الجيش بتاعه وهيمشوا بمحاذاة الساحل بتاع إفريقيا لغاية لما يوصلوا عند مدينة في إفريقيا على حدود إفريقيا اسمها صبيطلة. وصلوا هناك وحصلت الخناقة ودارت المعركة، ويجي يسألك على ما النتائج المترتبة على المعركة اللي نشبت في مدينة صبيطلة. انتصار المسلمين وهزيمة الروم وفتح مدينة صبيطلة. والنتيجة الرابعة اللي كلكم بتنسوها هو انه الطريق اتمهد بعد ما خدنا صبيطلة، بقى عندنا قدرة بعديها ان احنا ناخد اكتر واكتر جوه افريقيا. بس ما حصلش ده في عهد عثمان ولا في عهد الخلفاء الراشدين، حصل في عصر الدولة الأموية على ايد قادة عسكريين تانيين مهم تعرف اسمائهم، هم عقبة ابن نافع وموسى ابن نصير. يبقى فتح افريقيا كلها حصل في عهد عثمان وعبد الله بن ابي الصرح؟ لا، هم اخذوا مدينة صبيطلة. لكن كانت صبيطلة دي كانها ايه؟ شجعت المسلمين ان احنا نقدر نكمل وناخد بقية المدن والحصون اللي في افريقيا. ده حصل امتى؟ بعد عهد الخلفاء الراشدين في عهد الدولة الأموية. طيب ايه اللي حصل لما فتحنا يعني بلاد المغرب؟ ما هو شمال افريقيا ده شامل مصر وشامل اللي بعدهم اللي هي مصر وليبيا طبعا، وبعد كده اللي بعدهم اللي احنا بنقول عليهم بلاد المغرب، تونس والمغرب والجزائر. ايه اللي حصل لما فتحنا بلاد المغرب يعني المكان ده، او يقول لك شمال افريقيا؟ ايه اللي حصل يعني؟
رقم واحد، المسلمين سيطروا على كل شمال افريقيا لما اخدوا اخر حته فيها اللي هي بلاد المغرب. احنا كده اخدنا كل شمال افريقيا، كل المنطقه دي بقت تحت ايه؟ حكم المسلمين. طب وكمان امنا حدود الدوله الاسلاميه من جهه ايه؟ من جهه الغرب. انا ما بقتش اقلق من هجمات تجيلي من الناحيه دي. انا كدوله اسلاميه في الشام وفي شبه الجزيره العربيه ما بقتش اقلق من هجمات الروم اللي كل شويه كانوا يهاجموني، لاني طردتهم من شمال افريقيا. فامنت الحيطه بتاعت الغرب عندي، امنت حدودي الغربيه. وكمان ناس كتيرة في شمال افريقيا دخلوا الاسلام لانهم كانوا بيشوفوا اخلاق تعامل الحكام المسلمين معاهم، فناس كتيرة دخلوا الاسلام. ففي عندي نتائج مهمة على ان انا فتحت بلاد المغرب، اخر حتة في شمال افريقيا، هو ان انا احكمت السيطرة على كل شمال افريقيا. امنت حدودي من الغرب، كان بيجيلي توتر وقلق من الناحية دي من الروم، امنتها. وكمان ناس كتيرة دخلوا في الايه؟ في الاسلام. وبكده يا حلو تبقى انت خلصت معايا الفقرة الثالثة. روح اشرب لك حاجة بقى ولا كل لك حاجة وارجع لي في اخر فقرة في الدرس. اشوفك على خير. بفكرك تاني عشان تشوف باقي المراجعات بتاعتنا بشكل مجاني وبشكل منظم في مكان واحد، حمل ابلكيشن الخطة من اللينك في اول كومنت. طلاب الخطة، طلاب اولى اعدادي، عاملين ايه؟ يلا بينا مع بعض نبدأ الفقرة الرابعة، اخر حاجة في درس النهاردة، واللي بتتكلم على اننا خلاص نشرنا الاسلام في قارة افريقيا. ايه اللي حصل لهم بقى لما نشرنا الاسلام؟ هي دي مضمون الفقرة دي، انه الاسلام انتشر خلاص في افريقيا. ايه التأثير الكبير اللي سابه في قارة افريقيا؟ قال الاسلام ساب تأثير كبير جدا في كل حاجة في قارة افريقيا، زي انه عمل ممالك اسلامية، زي انهم خلاهم يتحدثون العربية، زي انه العلم عندهم ازدهر، زي ان بعد شوية وقت ما بقتش تقدر تفرق هل ده عربي بس ولا افريقي بس ولا عربي افريقي، حصل نوع من الذوبان العرقي. زي العادات والتقاليد اللي هتغير لهم العادات السلبية لعادات إيجابية، أو العادات الإيجابية اللي مش ضد الإسلام أو ما تنافيش الإسلام، نقول لهم شاطرين برافو عليكم حلوة كملوا. طيب يلا نشوف أول تأثير سابوا الإسلام في قارة إفريقيا، وهو ظهور الممالك. ده أول أثر. يعني إيه ظهور ممالك؟ قال يعني المسلمين لما كانوا ينتقلوا لقارة إفريقيا كانوا بيكونوا نفسهم في مجموعات، يعني بيسكنوا في نفس المكان، بيقعدوا في نفس المكان، فتكونت مجموعات إسلامية، سواء من المهاجرين العرب، مهاجرين اللي جم من شبه الجزيرة العربية، أو من القبائل العربية اللي دخلوا الإسلام. فابتدوا والله إحنا دخلنا الإسلام، إحنا حابة دخلنا الإسلام، إحنا هنا جروب نبقى قاعدين مع بعض، إحنا عرب مهاجرين فإحنا موجودين مع بعض. الجروبات دي، المجموعات دي كبرت مع مرور الزمن وكونت ممالك وسلطنات، جمع سلطنة إسلامية في المناطق كتير في الشرق والوسط والغرب. البداية في الشرق وبعد كده في الوسط والغرب. فأول تأثير سبناه في قارة إفريقيا كعرب مسلمين هم أنهم أسسوا ممالك إسلامية. الممالك دي مش يلا صباح الخير نعمل مملكة، لا، هي الأول كانت عبارة عن مجموعات إسلامية من العرب المهاجرين، من الأفارقة اللي دخلوا، سكان إفريقيا اللي دخلوا في الإسلام، فكونوا الجروبات دي. بعد مرور الزمن كبرت المجموعات دي وقدروا يكونوا ممالك وسلطنات إسلامية في مختلف الأماكن في إفريقيا، والبداية في الشرق. طيب زي مين؟ زي مملكة غانا وزي مملكة مالي. احنا خدنا مالي في حاجة قبل كده، الله ينور. فركز كده انه هو مركز تجاري، فاكر تمبكوتو اللي في مالي؟ ايوه هي. فاتأسست اصلا من بابها مملكة اسلامية في غانا وفي مالي وغيرها من الممالك الإسلامية الكتير اللي موجودة في قارة إفريقيا واللي كانت سبب في نشر الإسلام. فأول حاجة سبناها كأثر في إفريقيا، أثرنا في سكان إفريقيا بيها، هي إنشاء الممالك الإسلامية. وما تنساش الأمثلة، غانا ومالي.
تاني حاجة أثرنا فيها وهي اللغة العربية. اللغة العربية خليناهم يتعلموها، وأي حد بيدخل الإسلام لازم يتعلم عربي، علشان اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم. فالأفارقة كل بقى جزء في أفريقيا ليه لغته، ولكن كلهم في الآخر اللي دخلوا الإسلام منهم اضطروا أو كان لازم يتعلموا اللغة العربية لأنها لغة القرآن. فهي اللغة اللي نزل بيها القرآن، وهي اللغة اللي هيصلي بيها، وهي اللغة حتى اللي هيعمل بيها الشعائر الدينية. فكانوا بيتعلموا اللغة العربية. فلو سألك ليه هتقول له عشان هي لغة القرآن، وعشان كده هم أقبلوا على تعلمها عشان يعملوا الشعائر الدينية، يقدر يصلي، يقدر يقرأ قرآن، وهكذا. طيب الإسلام كل ما ينتشر في مكان تنتشر معاه اللغة العربية، وقلنا السبب. طيب زي مين دول مش بس انتشر فيها اللغة العربية، ده بقت اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة. زي كده عندنا في مصر حضرتك تروح أي جهة حكومية هتمضي بإيه؟ بالعربي. هتخلص ورقك بمكتوب بأنه لغة بالعربي. فمين الدول اللي اتأثرت للدرجة إن اللغة العربية بقت هي اللغة الرسمية؟ هي الصومال وموريتانيا، وهم دولتين عرب مسلمين، واللغة العربية لغة أساسية هناك. طب واللي ما كانش بيخلي اللغة العربية لغة أساسية كان بيخليها لغة رئيسية، زي دولة مالي. مالي على فكرة تم احتلالها بعدين من احتلال فرنسي، الفرنساويين احتلوها. فللأسف هي لغاية دلوقتي اللغة الرسمية بتاعتهم، خلصوا أوراقهم ويخلصوا حاجتهم بالفرنساوي، تعليم والإدارة في إدارة الدولة بالفرنساوي، والتعامل مع الناس ما بينهم وبين بعض لغة إفريقية كده اسمها البمبرية، حاجة كده يعني لغة بتاعتهم هم. طب فين اللغة العربية في الموضوع؟ قال لي ده اللغة العربية لغة رئيسية عندهم، بس ما قلتش رسمية، لغة رئيسية علشان يقدروا بيها يتعلموا تعليم الدين الإسلامي ويمارسوا الشعائر الدينية ويقروا القرآن. فهي لغة رئيسية بجانب اللغة الأصلية ليهم، وبجانب اللغة الرسمية ليهم اللي هي الفرنسية. تمام؟ طيب يبقى ده تاني تأثير اللي هو نشر اللغة العربية. تالت تأثير وهو ازدهار الحركة العلمية. الأمراء والملوك بتوع الممالك، مش احنا عملنا ممالك إسلامية؟ الناس اللي كانت بتحكم كانت بتهتم قوي إنها في كل مكان يكون في مسجد، وفي كل مكان يكون في مكان لتعليم الناس، يبقى دار للعلم ومساجد. ويجي يقول لك إيه اللي حصل بعد ما الأمراء والملوك دول اهتموا بوجود مساجد ودور للعلم في الممالك الإسلامية اللي هم فيها. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن اللغة العربية انتشرت. ما هو أنا لما هعلم الدين الإسلامي هعلمه باللغة العربية. اللي حصل إن الثقافة الإسلامية انتشرت، فكرة عادات وتقاليد، فكرة تعليم دين انتشرت. إيه كمان؟ بقى في عندي ناس كتيرة خريجين المساجد ودور العلم ده على درجة كبيرة قد كده من العلم. بقى عندي ناس على درجة كبيرة من العلم. طب ودي يعني تفرق في حاجة؟ قال لي دي فرقت جدا. فرقت لما بالتحديد في القرن ال13. اشمعنى القرن ال13 هجريا؟ اللي هو بيقابل، وده اللي انا هقول ده مش عليك في المنهج انت بس عشان تفهم، القرن ال13 دي عليك. اللي بيقابل كام ميلاديا؟ اللي بيقابل من 1800 ل 1900 ميلاديا. طب والفترة دي في ايه المشكلة فيها؟ قال لي الفترة دي قارة افريقيا تعرضت لكل انواع الاحتلال، فرنسي وهولندي وانجليزي وبرتغالي. فالفترة دي احنا كنا بنتعرض لاحتلال، والاحتلال جاي بقى بثقافته، وجاي يلغي لي الاسلام ويلغي لي اللغة العربية ويكنسل لي مش عارفة ايه. فالمساجد ودور العبادة اللي تخرج منها ناس على قدر من العلم كانوا هم السبب في الحفاظ على الايه؟ على الاسلام، وفي الحفاظ على الثقافة الاسلامية، وفي الحفاظ على الحركة العلمية. وهقول دلوقتي ايه المقصود بالحركة العلمية، بالذات في القرن ال13 اللي كان جاي لنا فيه التغيير، اللي كان جاي لنا فيه احتلال ينسينا كمان ثقافتنا وديننا.
خدوا بالكم النقطتين دول مهمين. لما يجي يقول لك ايه اللي حصل بعد، ايه اللي حصل بعد ما الامراء والملوك اهتموا بانشاء مساجد ودور للعلم، هقول له اللي حصل حاجتين. اول حاجه انتشرت اللغه العربيه ومعاها الثقافه الاسلاميه. تاني حاجه اتخرج لي عدد كبير من العلماء. العلماء دول لما حصل وقت ازمه في القرن ال13 الهجري، وانا فهمتك وده مش موجود في الكتاب بس انا فهمتك ايه اللي حصل. اللي حصل وقت ازمه في القرن ال13 الهجري من تعرضنا لاحتلال وبينسونا الدين وي وي وي، هم كانوا سبب في ازدهار الحركه العلميه في القرن ده بالتحديد. ومن اشهر الناس مثلا جمال الدين الافغاني وعلماء كتير في كذا مكان في مصر وفي قاره افريقيا حافظوا على ثقافتنا وحافظوا على الحركه العلميه في وقت احنا كنا بنتعرض فيه لاضطهاد واحتلال وبيحاولوا ينسونا كده ثقافتنا وديننا. فدي نتيجتين مهمين جدا 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 وموضع السؤال ده. طيب زي ايه العلوم بقى اللي هي بنقول عليها الحركة العلمية، العلوم اللي ازدهرت دي على ايد العلماء؟ هتلاقوها اغلبها مش كلها علوم ليها علاقة بالدين، زي الفقه والتفسير. الفقه ان انا اعلمك عباداتك، يعني الفقه ان انا اقول لك الصلاه والله عندنا 5 صلوات في اليوم، والظهر والله 4 ركعات وبيتصلى بالطريقه الفلانيه، ده الفقه. والتفسير اللي يقصد بيه تفسير ايات القران الكريم. والنحو والصرف مرتبط باللغه العربيه. وعلم الحديث اللي هو علم تناول احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وايه كمان غير العلوم الدينيه؟ قال لي المنطق والبلاغه، ده علوم لغه عربيه برضو، حطها مع النحو وصرف يبقى نحو وصرف وايه وبلاغه عشان ما تنساهاش كده. وعلم الفلك. فالحركه العلميه المقصود بيها العلوم اللي انتشرت على ايد المساجد ودور العلم كانت هي ايه؟ فيجي يقول لك والله دلل تعددت العلوم التي انتشرت اثناء ازدهار الحركه العلميه. تعددت. اقول له السلام، تعال انا عندي فقه وتفسير ونحو وصرف وبلاغه ومنطق وفلك فانا وحديث، انا عندي علوم كتيره انتشرت في وقت ازدهار الحركه العلميه. طيب في كمان مساجد. المساجد دي من كتر ما ليها اهميه زمان اتحولت مع الوقت لجامعات كبيره بيدرس فيها كل المجالات. زي قال لي زي سانكروي، كانك هتقول لحد ثانك يو، سانكوري هتنطق الكاف مرتين. اسمها جامع كان زمان جامع ودلوقتي هو جامعه اسمه سانكوري. فين؟ في تمبكتو. ايه ده اللي في مالي؟ ايوه اللي في مالي. ده كان زمان جامع من المساجد اللي احنا بنقول عليها ليها دور في ازدهار الحركه العلميه، ودلوقتي بقى مقر جامعه موجوده. تمام. زمان كان يخص العلوم الدينيه بس، دلوقتي جامعه فيها كل التخصصات، زي بالظبط جامع الازهر وجامعه الازهر بكل تخصصاتها. يقول لك والله انا خريج طب جامعه الازهر، انا دكتور من جامعه الازهر، فبقى فيها كل العلوم. طيب عايزين كمان اثر، يبقى احنا اخدنا ايه الاثر اللي احنا سبناه؟ اول اثر ظهور الممالك، وعرفنا انها بدات بمجموعات صغيره وبعد كده اسسوا ممالك كبيره. وعرفنا كمان انتشار اللغه العربيه وهو ملازم لانتشار الاسلام. وعرفنا كمان ازدهار الحركه العلميه على ايد المساجد ودور العلم اللي انشاها امراء وملوك الممالك دي، واللي ظهر دورها في القرن الكام؟ ما تنساش القرن ال13 هجريا. طيب دلوقتي هناخد ايه؟ تعالوا نعرف مع بعض ايه موضوع الذوبان العرقي ما بين العرب وسكان افريقيا. ذوبان عرقي، عارف لما مثلا واحدة أجنبية، ودي يمكن شفناها كلنا على السوشيال ميديا، لما واحدة إيطالية، تمام، ست إيطالية اتجوزت مصري وهي تقريبا كانت عايشة في محافظة الفيوم. الست دي ما حصلهاش ذوبان عرقي، الست دي دابت بالكامل يعني خلاص.
هي ما بقاش ظاهر فيها اي معالم انها ايطاليه، اصبحت زوجه وام مصريه بكامل، زي ما بتقول الكلمه، يعني زي ما بيقول الكتاب كده، يلا زوجه وام مصريه اهي. لا، ومتاثره قوي بمجتمع الفيوم والقريه اللي هي فيها، فانت تشوفها دي مصريه بكل بقى تفاصيل لبسها وحتى لقطانها للكلام، فهي كده زوجه مصريه. ايه اللي حصل لها دي؟ دي كانت ايطاليه والله. ايه اللي حصل لها؟ دي حصل لها ذوبان عرقي، خلاص مش هنفرق بقى بعد وقت سنين بينها وبين زوجها انه دي ايطاليه، من كتر ما هي اندمجت ودابت في المجتمع في مصر. فالذوبان طبعا دلوقتي كلكم عمالين تقولوا عيني عليها من ايطاليه لمصريه، ها بلاش الحركات دي، خلي عندك وطنيه كده، اللي هي يا بختها بقت مصريه، مش طالعه من قلبي قوي يعني، صح؟ معلش، هي حصل لها هي مبسوطه. طيب، فهمنا يعني ايه ذوبان عرقي كده بالبلدي؟ فالمصاهره والزواج ما بين المسلمين او العرب وما بين سكان افريقيا كانوا هم احد كان ليهم دور، واحد اهم تاثيرات الاسلام في افريقيا، انه الاسلام لما جه شجع كمان ودخل الافارقه كمان في الاسلام، فشجع التجار من الزواج من النساء من قاره افريقيا، فكان المصاهره والزواج دول نتيجه لانتشار الاسلام. فايه النتائج اللي ترتبت بقى على فكره المصاهره والزواج؟ هي الست الايطاليه دي، خليك فاكرها، الذوبان العرقي. النتائج اللي ترتبت على ان فكره الذوبان العرقي بس مش لطرف واحد بقى، لكلا الطرفين، فنتج عنه جيل جديد. يعني دول كده خلفوا كتاكيت، مش كتاكيت فراخ، يعني كتاكيت صغننين، بني ادمين صغيرين. الجيل الجديد ده بقى بيحمل صفات الاب العربي والام الافريقيه او العكس، بيحمل صفاتهم، واصبح بيعتز بان هو له اصل عربي وله اصل افريقي. زي ما كده تكلم حد يقول لك والله انا مثلا عربي مصري، بس مصري الماني، انا ابويا مصري وامي المانيه، فبيعتز بالاثنين، وتلاقيه متاثر بالاثنين وبالثقافتين. فده وهو تكون شخص جديد شايل من المصري وشايل من الالماني، هنا ده اتكون شخص جديد عربي افريقي، فده بنقول عليه الذوبان العرقي. اخر حاجه وهي العادات والتقاليد. العادات والتقاليد، وده خامس تأثير سبناه في قارة افريقيا، ان الاسلام شكل التكوين بتاع البني آدم الإفريقي في أخلاقه وتصرفاته وعاداته وتقاليده، شكلناه، قعدنا تشكيله ثقافيا واجتماعيا يعمل إيه. فالإسلام كان ليه أثر. ويجي يسألك اديني دليل إن الإسلام ليه أثر، هقول لك رقم 1، لما لقينا عند الأفارقة عادات حلوة سبناها وشجعناهم عليها. طب يعني إيه عادات حلوة؟ يعني عادات لا تنافي الإسلام، مش عكس الإسلام في شيء. طب هم كان عندهم عادات حلوة حتى قبل الإسلام؟ أيوة، زي إنهم يكرموا الضيف ويساعدوا المحتاج، وزي إنه لو حد محتاج في المجتمع يتضامنوا اجتماعيا ويلموا له فلوس عملية ولا فلوس أي حاجة. فهم أصلا كان عندهم شوية عادات حلوة، زي إكرام الضيف، وزي مساعدة المحتاج، وزي التضامن الاجتماعي، نساعد بعض لو حد في زنقة. فالإسلام حافظ لهم على العادات الطيبة. طالما والله عادات مش عكس الإسلام في شيء، خليكم محافظين عليها. طب رقم 2، الإسلام غير لهم بقى العادات الوحشة. كان عندهم عادات وحشة، كان عندهم عادات وحشة قوي بصراحة، زي أي مجتمع. فالإسلام غير لهم العادات السلبية وصلح لهم شكل المجتمع وشأن المجتمع من خلال حاجتين: من خلال تنظيم الزواج، ودي كانت أكتر حاجة باينة عاداتهم السلبية فيها، ومن خلال تنظيم الحياة الاجتماعية والأسرية، وبرضو دي حتة كان هم عندهم شوية مشاكل فيها. فالإسلام أثر إزاي في العادات والتقاليد في قارة إفريقيا؟ أثر بأنه ساب لهم الحلو احتفظوا بيه، عاداتكم الطيبة خلوها، وعاداتكم اللي مش قد كده نعمل فيها إيه؟ قال لي والله عاداتهم السلبية نغيرها. طب عاداتهم السلبية كانت أكتر حاجة باينة فيها هي
طريقة الجواز عندهم أو مفهوم الزواج، فالإسلام غير لهم المفهوم ده، وكمان الحياة الأسرية والاجتماعية. طب تعالوا نشوف، نمسك الأول تنظيم الزواج. كان هم عندهم شوية عادات يعني زي الزفت. يعني مثلا يعني المفروض ان الواحد لما بيروح يتجوز واحدة بيدفع لها مهر. المهر ده الإسلام مخليه هدية أو تكريم للزوجة اللي هو رايح يتزوجها دي. لكن هم ما كانش عندهم الكونسبت ده، كان عندهم ايه؟ انا هروح اتزوج واحدة افريقية فانا هدفع، وما كانش بقى بالمال قد ما كان زمان، هدفع عدد من الخيول او عدد من الابقار او عدد من الابل، هيدفع بممتلكات وحاجات، ودي كانت حاجات قيمة جدا زمان. بس طب ما ده هيدفع وده هيدفع مثل، لا، الاسلام مخلي المهر هديه وتكريم، لكن هو او العادات بتاعتهم كانت مخليه ده تمن شراء للزوجه. يعني هم عارفين ان ده رايح يشتري، عارف السلعه خد دي بكذا، فهو رايح يشتري واحده وكان كده هو بيدفع الثمن ليها. فدي طبعا حاجه وحشه جدا. كان من ضمن العادات الوحشه اللي عندهم، الكلام ده مش مذكور في الكتاب بس انا فاهمك هما كانوا واصلين لفين. اوكي، من ضمن العادات السيئة عندهم انهم كانوا يروحوا لكاهن عراف، يعني دجال، يعني يروحوا له ويقولوا له ها فلان هيتجوز فلانه، تفتكر ده جواز حلو ولا جواز وحش؟ فهو بقى يشوف الكره البلوريه بتاعته ويشوف لا ده جواز ان شاء الله حلو حلو، او على مزاجه بقى لا ده جواز لا يعلم الغيب الا الله. فهم دي من العادات السلبيه عندهم قبل الاسلام، واللي جاء الاسلام يغيرها لهم. من ضمن العادات السلبية ان هم كانوا بيرقصوا رجال ونساء في حالة اختلاط. انا بقول كده دلوقتي وللاسف ده بيحصل في افراحنا دلوقتي، بس يعني ربنا ايه يصلح حالنا جميعا. ففكرة الاختلاط في الزواج وعادات تانية كتيرة، فالاسلام جاي يقول لهم كده كخ كده كخ بقى ويلا بينا على العادات الحلوة. فالإسلام غير لهم العادات الوثنية الغير مقبولة، وابتدى يقول لهم يلا تعاليم إسلام بقى، إن رقم واحد في حقوق للزوجين وفي واجبات للزوجين وفي تنظيم علاقة ما بين الزوجين. يعني إيه؟ يعني والله المهر ده حقها، والله إنها بعد ما أنت تتجوزها إن أنت تشوفها في أفضل حال ده حقك. ظبط الحقوق والواجبات بتوع الاثنين. انت واجبك تصرف، هي واجبها تعتني بشؤون منزلها واولادها مثلا. فظبط الامور ونظم العلاقات ما بينهم، انت عندك حقوق وليك واجبات بس الاساس ما بينكم موده ورحمه وهكذا. طب وايه كمان؟ ادى للست حريه اختيار الزوج، وده ما كانش بيحصل قبل الاسلام. كان والله انا جاي لي مشتري لبنتي النهارده وانا وافقت يلا اتجوزيه، ايه ده؟ فالاسلام ادى للمراه في افريقيا وفي كل مكان طبعا حق اختيار الزوج. طب تالت حاجه، حدد عدد الزوجات. زمان في القبائل الافريقيه يعني واحد ممكن يتجوز له حاجه اشهر حاجه 20، ما هو معاه بقى ابل بيروح يشتري بقى تمام. لكن الاسلام حدد لهم فكره الحلال بتاع ربنا اللي هي الاربع زوجات وليها شروط يعني. تمام. طيب ده في تنظيم العلاقات، يبقى احنا قلنا هيظبط لهم عادات سلبيه كانت حاصله في تنظيم العلاقات، وفي ايه كمان؟ في تنظيم الحياه الاجتماعيه والاسريه. زي ايه تنظيم الحياه الاجتماعيه والاسريه بقى؟ الاسلام نظم لهم حياتهم دي، حياة الأسرة. والله يعني حلوة الأسرة، حياة الأسرة الحلوة دي. وبالتالي لو الأسرة دي ظبطت والأسرة اللي جنبها ظبطت واللي بعدها ظبطت يبقى المجتمع ظبط. فإزاي الإسلام عمل ده؟ اديني دليل. هقول له رقم واحد، اهتم بفكرة العلاقات الأسرية، اهتم بفكرة علاقة الأب بزوجته وعلاقة الزوجة بزوجها وعلاقتهم هما الاتنين بالأبناء وإيه اللي المفروض الأبناء يعملوه معاهم. فظبط لهم العلاقات الأسرية، وكمان ادى للمرأة حق الحضانة، حضانة الأطفال. يعني في حالة أنه يحصل انفصال ما بين الزوج والزوجة الأطفال تروح مع مين؟ مع الأم. مين اللي ادى الحق ده للمرأة؟ الإسلام.
رقم 3 ادوا للمرأة الحق في الميراث، ما كانوش بيورثوها. يعني الست لو مات لها زوج ولا اب ولا اخ ما كانتش بتورث، لكن بعد الاسلام اداها الحق في الميراث. ومنع فكرة التفرقة العنصرية، انت عشان ست ما تورثيش، انت عشان ست ما تختاريش زوجك، انت عشان ست. منع فكرة التفرقة العنصرية دي. طيب كمان الإسلام حرم لهم شرب الخمر، ودي كانت حاجة يعني صباح الخير زي المية. فحرم لهم شرب الخمر ودعاهم لفكرة العمل الخير والتعاون على ان المجتمع يكون احسن، وانهم يبنوا دور رعاية للأيتام ويساعدوا الفقراء، اللي هي الحاجات الحلوة اللي احنا حتى بنشوف اهالينا ممكن يساعدوا حد، ونشوف ناس منكم اصلا متطوعين في جمعيات بيعملوا خير، فدي حاجة حلوة جدا. فالإسلام عند الحياة الاجتماعية والأسرية عمل أكتر من حاجة. اهتم بالعلاقات الأسرية وتنظيم العلاقات، ادى للست الحق في حضانة أطفالها، واداها الحق إنها تورث، ومنع فكرة التفرقة العنصرية مع جو عشان انتي ست وحاجة كده وانتي أقل وبتاع. وكمان قال لهم لا شرب خمر خلاص، ويلا عمل خيري، يلا نعمل دور للأيتام ومراكز لإيواء الفقراء مثلا، وهكذا. تمام؟ ايه اللي حصل؟ بصوا السؤال ده كان ايه؟ دلل ساعتها هرصله الإسلام عمل ايه، لكن هنا بيقول لك ايه اللي حصل بعد. ايه اللي حصل بعد ما الإسلام نظم لهم الحياة الاجتماعية والأسرية؟ والله بقى في بناء أسري كده متماسك، ومجتمعات قوية، ناس يعني الأسرة متماسكة، مفيش بقى ايه طلاقات كتير والحاجات اللي بتحصل دي، وبالتالي المجتمع مجتمع قوي، فأدى لبناء أسرة متماسكة أو أسر متماسكة ومجتمعات قوية. وخد بالك من الإجابات اللي بتبقى عبارة عن كلمتين دي، لأن أنت مش متاح بقى تغلط في كلمتين، لما يكونوا 10 نسيت واحدة هتعدي، لكن الإجابة هنا أسر متماسكة ومجتمعات قوية كانوا نتيجة لتنظيم الإسلام للحياة الاجتماعية والأسرية في إفريقيا. وبكده يا حلو تكون أقول لك باي باي، أقول لك باي باي لدرس انتشار الإسلام في قارة إفريقيا. أتمنى الدنيا تكون مظبوطة معاك، وأشوفك إن شاء الله في فيديو أهم الأفكار، وذاكر الدرس كويس عشان نتمرن مع بعض على نحل أسئلته إزاي. أشوفك على خير، السلام عليكم.